طيب لسه زيارة عبد الفتاح السيسي الفائز في أول انتخابات بعد الانقلاب لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لسه مصدر إلهام للفنانين والمبدعين. كلمات المؤيد وألحان إسلام عبد الله مع أغنية السيسي في أمريكا على الناشف. الأغنية دي طبعا بيتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من قناة فور ميديا على موقع اليوتيوب. نشاهد ونستكمل هذه الحلقة. اصبر يا رب اصبر، اخفوا بسرعة يا أمريكا، السيسي جاي لكم، ده شراني ملوش أمان. اصبر يا رب اصبر، اخفوا بسرعة يا أمريكا، السيسي جاي لكم، ده شراني ملوش أمان. بنصرة عنيفة وقوية وكلمة واحدة منهية، من الظهرية هتناموا، ده سيسي كاريزما شخصية. بنصرة عنيفة وقوية وكلمة واحدة منهية، من الظهرية هتناموا، ده سيسي كاريزما شخصية، ده سيسي كاريزما شخصية. دواعي لكل شيء بيدور، مسيطر كاشف المستور، لا أمريكا ولا غيرها، أوباما لم الدور. دواعي لكل شيء بيدور، مسيطر كاشف المستور، لا أمريكا ولا غيرها، وكل عمايله عالناشف ولا منزوم ولا خايف، وكل عمايله عالناشف ولا منزوم ولا خايف. وعارف هو رايح فين، ولو حتى ما هوش شايف، ولو حتى ما هوش شايف. اصبر يا رب اصبر، اصبر اخفوا بسرعة يا أمريكا، السيسي جاي لكم، ده شراني ملوش أمان. اصبر يا رب اصبر، اوعى وشك يا اخفوا بسرعة يا أمريكا، السيسي جاي لكم، ده شراني ملوش أمان. زعيم أسطوركم الثالث عليه السيسي راح دايس، بلاش اللعب وياه، ده المجدع الفارس. زعيم أسطوركم الثالث عليه السيسي راح دايس، بلاش اللعب ويانا، ده المجدع الفارس. وكل عمايله عالناشئ ولا منسوم ولا خايف، كل عمايله عالناشئ ولا منسوم ولا خايف. وعارف هو رايح فين، ولو حتى ما هوش شايف، ولو حتى ما هوش شايف. استر يا رب استر، يا رب استر عليهم بسرعة يا أمريكا، السيسي جاي لكم، يلا يا نبيل، ده شراني ملوش أمان. استر يا رب استر، اخفوا بسرعة يا أمريكا، السيسي جاي لكم، ده شراني ملوش أمان. بنصرة عنيفة وقوية وكلمة واحدة منهية، وكل عمايله عن ناشف ولا مهزوم ولا خايف. طبعا العمل بيمزج بين المؤثرات البصرية المونتاج والصور، وبين الكلمات، وبين حتى استخدام عدد من الإعلانات المشهورة اللي ليها دلالة معينة عند المشاهد المصري. لكن طبعا نلاحظ انه معظم الأعمال بترتكز او بتهتم بالإفيهات او باللزمات على الناشف، لما اكبر هضربكم، لما، وهي ديت المصدر بتاع إلهام بتاع المبدعين.